بسم الله الرحمن الرحيم. طالع معاكم 5 دقايق أتكلم في الكورة لأن في حاجة لفتت نظري بالنسبة للإعلام وللفيس اللي هو حبس مرتضى منصور. حبس مرتضى منصور ده جزات مرتضى منصور، وده مش مجاله. يعني دي مش مجاله، ما كانش دخل في المجال اللي هو مش بتاعه يعني. إنما لفت النظر أكتر إن يعني القنوات حل مجلس الإدارة ومجلس إدارة فاشل. أنا قلت طب ما كويس والله، مجلس إدارة فاشل والقنوات بتتكلم والفيس واللجان. طب ما تبص الوجه قبلي من أسوان للوادي الجديد، تاخد الأندية ممتاز به وقسم ثالث وقسم رابع. مجالس الإدارات مجالس الإدارات بنسبة 80% ما تصلحش، بنسبة 80% ما عليهاش أي رقابة. مجالس الإدارات في أندية كتير ضيعت أجيال، ضيعت أجيال. فالنهاردة مجلس الإدارة بياخد دورة واتنين، لا مجلس الإدارة كتير عليه دورة. فأنا بتكلم بوجه نداء يعني للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. يا دكتور أشرف صبحي، بص الوجه جيب لي شوية، بص الوجه جيب لي شوية، لأن وجه جيب لي الصوت مش مسموع، الصوت وجه جيب لي في الرياضة مش موجودين على الخريطة. إنما وجه بحري يعني عشان إنهم متكاتلين مع بعض يختلفوا عننا. هم متكاتلين مع بعض وصوتهم مسموع لأنهم بيوصلوا صوتهم وصوتهم مسموع لأن المجموعة بتتكاتل. إنما إحنا وجه جبلي لا، كل واحد في حاله وملوش علاقة. فعشان كده الأندية مفيش، أنت وجه جبلي ممكن تطلع 3 4 فرق أو 5 فرق يلعبوا دوري ممتاز. إنما إحنا مش واخدين حقنا. مجالس الإدارات مضيعة الأندية. مجالس الإدارات دكتور أشرف صبحي تاني وتالت وعاشر وزير الشباب والرياضة، 4 سنين. يا ريت قبل ما تمشي تحط قانون إن مجلس إدارة ما يحقلش غير 4 سنين، لأن 4 سنين بيكون ضيع جيلين 3. ما بالك بيحق له الترشح وبينجح، بينجح لأنه هو الجمعية العمومية بيكون جايبها وبيكون بظبطها. فخلينا نتكلم بالعامة يعني، فبينجح. أنا أعرف أندية الجمعية العمومية راحوا في الانتخابات 30 شخص. هتقول لي إزاي ده ما ينفعش؟ لا، أنا اللي بقول لك في جمعية عمومية في الانتخابات راحوا 30 وراحوا 40. وخد مني وأنا والله بقول لك كلام على يقين. فدكتور أشرف صبحي يا ريت يكون في الرقابة، يا ريت الأندية تاخد حقها، يا ريت مجالس الإدارات 4 سنين كفاية عليكم، كفاية خراب. بتكونوا خربتوا محافظة، بتكونوا ضيعتوا أجيال. تيجي الناس بتيجي تتكلم مجالس الإدارات بيكون عنده لعبة واتنين أحيانا في المكان نفسه. طب لعبة واتنين أنت مش مستغلهم ليه؟ يقول لك أنا ما عنديش موارد. انا ما عندكش موارد ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها ما عندكش موارد عشان ما حدش يضحك عليكم. ما حدش يقول لكم انا ما عنديش موارد. ما فيش نادي، مش ما فيش دخل موارد. ما فيش نادي ما فيش دخل موارد عشان ما حدش يضحك عليكم وما تسمعوش لحد، لان احنا شعب بيضحك عليه بسهوله. ادي سيبها، ما فيش موارد، سيبوها وامشوا، سيبوها. شوفوا انتوا يا اخي، كفايه كفايه جيل واتنين وتلاته في ال4 سنين ضيعتوهم. ما تغور يا اخي، غور وامشي، سيبوها وامشوا. ما هي لو ما فيهاش هتقعد ليه؟ انتوا هتقعدوا ليه لو هي ما فيهاش؟ فما فيش نادي ما فيش موارد. من اسوان للوادي الجديد، من اسوان للوادي وجه يجيب لي كله صوته مش مسموع لان احنا بعاد عن بعض.
احنا بعد غير وجه بحري. وجه بحري صوتهم مسموع لانهم متكاتفين مع بعض، فصوتهم مسموع، انما احنا مش بنعرف نوصل صوت. فانا بتكلم وبناشد الوزير ان دورة تكفي. دورة يا فندم، انت لو حسبتها هتلاقي جيلين 3 ضايعين في ال4 سنين اللي فيهم ناس ما بتراعيش ربنا. انت لو دخلك 100,000، لو جالك 100,000، مش دخلك، لو قدرت بتجيب 100,000 من الوزارة، خد 99,000 وسيب 1000 للنادي، سيب 1000 للمكان، في لعبة واثنين وثلاثة، خلي ال1000 يتوزع على اللعبة دي. خلي الشباب يشتغل، خلي الشباب يمارس رياضة في أي لعبة. بس احنا بنتكلم بالأخص في كرة القدم اللي هي اللعبة الأولى، يعني اللي هي بتلم الأكتر، بتلم الشباب. خد 99 وسيب 1000، إنما لا. فما فيش حد يضحك عليك في أي نادي وجه قبلي، من أسوان تاني وتالت للوادي الجديد، يضحك عليك ويقول لك لا احنا ما عندناش دخل. ما عندكش دخل، ما تقعدش في المكان. اللي مقعدك في المكان لما انت مش مستفاد من المكان، انتوا كمجلس اداره مش مستفيدين من المكان، بتقعدوا ليه؟ والجمعيه العموميه، في اي نادي، راعوا ربنا، راعوا ربنا شويه في الناس اللي انتوا بتدوهم الصوت بتاعكم، راعوا ربنا شويه. كفايه 4 سنين على اي مجلس اداره، كفايه. المفروض يكون فيه في بند، خلاص خلاص 4 سنين كفاياك، ما يحقلكش الترشح تاني. ما انت بتبقى 4 سنين خربت المكان. ما هو لو عندنا ضمير، وبيجي مجلس إدارة بيبقى اشتغل في المكان وعمل، ويجي مجلس إدارة بعد منه، مش هيقدر يقل عنه، يا ما هيمشي على نفس الريتم اللي ماشي عليه المجلس اللي قبله. ودي برضه ودي استفادة، دي برضه كويس، لأنه لو ماشي مجلس الإدارة كويس، فاللي هيجي مش هنقول له هيشتغل أكتر منه، لا، خليه يمشي على الريتم اللي ماشي عليه، أو على نفس على الأحقية اللي هو مديها للألعاب في النادي، مدي حق الألعاب الرياضية اللي موجودة في المكان. هتلاقي كل لعبة أخذ حقها، وهتلاقي الشباب أخذ حقها تلعب وتمارس. بس يعني مجلس الإدارة هيجي هيزود، هيبقى عايز يعمل لنفسه اسم، هيبقى عايز يعمل لنفسه اسم يتذكر بيه. بدل ما احنا مثلا مجلس إدارة نقول روح احتسبت عليكم بالله، أو احتسبنا عليكم بالله، روحوا ضيعتوا الرياضة. ضيعتوا الرياضة كلمة هينة، لأن المصيبة بتبقى ضيعتوا أجيال، جيل واثنين وثلاثة ضاعوا بسببكم. إنما ما فيش كلمة حق بتتقال من عامة من الناس اللي هي بتبقى محبة للمكان. ما فيش كلمة حق، وما فيش كلمة حق من أي مجلس، من أي جمعية عمومية. لأن الجمعيات العمومية دي بيبقى فيها أكبر المنافقين، يعني إن بيبصوا لمصالحهم الشخصية، بيبصوا للمصالح الشخصية. إنما الناس من المفترض اللي بيبقوا محبين للمكان في أي محافظة، محبين للنادي أو للأندية في أي محافظة، لا، شيلوا مجلس الإدارة، مشوا أي مجلس إدارة مش شغال، لأن انتوا عيالكم نفسها مش أخدة حقها. إن تاني وتالت المتنفس الوحيد بالنسبة للشباب الرياضة. فكفاية على أي مجلس إدارة، وزارة الشباب الدكتور أشرف صبحي، 4 سنين كفاية. يا ريت ما يحقش لأي مجلس إدارة يترشح، 4 سنين كفاية.
وانا بقول اي مجلس اداره فاشل غور يا اخي، غوروا في داهيه، غوروا. الناس تعبت منكم، الناس تعبت منكم وجه قبلي عامه. اي مجلس اداره في اي نادي فاشل، امشوا قاعدين ليه؟ غير اذا كان فيه منفعه. طب والمنفعه دي المفروض تعود على الناس برضه، تعود عليكم؟ لا، تعود علينا احنا بس كمجلس اداره. الحاجه الثانيه برضه نداء للساده المحافظ بالنسبه للوادي الجديد دي. بص يا فندم للمراكز الشباب، وبص للانديه. انت سعادتك بتسمع اللي بيروح لك بشكوى، بتسمع له. بص لمراكز الشباب، وبص للانديه، وبص للرياضه شويه تاني. بص للرياضه. انا بتكلم كده ليه؟ فيه اجيال بتضيع، في اجيال بتضيعوها، في اجيال بتضيعوها اللي احتسبت عليكم بالله. فكل مسؤول يقدر يدي للناس حقها، ويقدر يدي للشباب حق مراكز الشباب والأندية. وانت قاعد على كرسيك ومش متحرك، احتسبت عليكم بالله. والله ده اللي انا اقدر اقول. ده انا يعني اللي بيسمعني ان انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل مرة واثنين وثلاثة دي، انا ممكن اكون اتكلمت من بعد 10 سنين. عشان ما يطلع لكش واحد يقول لا يا حبيبي انت بتتكلم على مجلس الاداره ازاي يا اخي، مش بالطريقه دي. لا يا اقول لي انت بس، يعني انت عايز اقول لك اهدى شويه. مش هقول لك قول كلمه حق لان مش تبعك. طالما قلت كده الحق مش تبعك. ان لو الحق تبعك كنت قلت كلمه لاي شخص مسؤول ومش مسؤول في نفس الوقت عن المكان اللي هو فيه. فيا ريت السيد المحافظ يبقى في رقابة على مراكز الشباب وعلى الأندية بالنسبة للرياضة. بالنسبة للرياضة يكونش في تفتيش من اتجاه تاني خالص، يعني يكون في التفتيش في اتجاه تاني خالص بعيد عن الرياضة. لا، يبقى في التفتيش بالنسبة. هتقولوا لي ازاي؟ يعني هو في تفتيش في الرياضة لما داخل مركز شباب، في تفتيش يفتش لك في الرياضة، وفي تفتيش تاني بعيد يعني انت بتتكلم ازاي يا عم؟ لا اقول لك ايوه انا عارف بقول لك ايه، انا عارف بقول لك ايه. عشان ما حدش بس يطلع بكلمتين، بكلمتين جناطة يعني وما عارفش حاجة اصلا. لا انا عارف بقول لك ايه. فهو مش عايز اتكلم يعني اكتر من كده ولا اوضح اكتر من كده. اللي في المجال هو اللي بيبقى فاهم. فتاني يا ريت السيد المحافظ بص لمراكز الشباب وبص للأندية شوية. بالنسبة لمجالس الإدارات، والله أقول كلمة مجالس الإدارات دي بتقف على لساني بصراحة. إنهم بيضيعوا جيل واثنين وثلاث 4 سنين. والله 4 سنين كتير. ما أنت بتاخد سنة، سنة ما عملش حاجة، تعرف إنه أنت كرياضي تعرف إنه مش هيعمل حاجة. طول ما أخد سنة ما تحركش في المكان اللي هو فيه، تعرف إنه مش هيعمل حاجة. أنا بتكلم عامة، بعد كده هوضح أكتر وأكتر وأكتر. كفاية كده لأن أنا مش عايز إيه، إن كل ما أتنرفز هفقد أعصابي. إنما بعد كده هوضح، وهوضح كل الأندية تاني. وجه يجيب لي عامة من أسوان للوادي الجديد، بالأندية بالاسم بالأشخاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.